روتين تشجيع، روتين كل رغاوي، روتين هيشجعك. هتطلعي من الفيديو ده، بتحداكي تطلعي من الفيديو ده مشجعة، تقومي تشوفي اللي وراكي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو اول مرة تشوفيني ممكن تعملي اشتراك في القناة، تفعلي الجرس توصلي كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله يا بنات هنعمل روتين كله رغاوي، كله نشاط، كله طاقة. روتين هيشجعك تقومي تشوفي ايه اللي وراكي. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي يا بنات كان عندي مواعين في المطبخ، فقلت كده اقوم كده اصور معاكم واشجعكم كده. تمام. عاوزة اقولكم انا بشجع منكم ومن تعليقاتكم الحلوة واللايكات، وكمان لما بلاقي مشتركين جدد في القناة بشجع جدا وبقوم اعمل فيديوهات علشان انا كمان اشجعكم زي ما انتوا بتشجعوني، انا كمان بشجعكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا بنات زي ما انتوا شفتوا كده في الاول كان في شوية مواعين وغسلتهم. تمام. تمام كده يا بنات. هبدأ بقى ان انا اكمل المواعين الباقية، كان مواعين كتير ما كنتش عملتهم يعني طول اليوم ولا كده. تمام. فيلا لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو بنزله. عاوزه اقول لكم شوفوا الازازه اللي انكسرت، الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. تمام كده خلصت المواعين. قلت كده يا بنات كده اغسل الرخامه زي ما انتوا شايفين كده. كنت محتاره جدا في اليوم ده، مش عارفه اطبخ ايه. يعني عاوزه اقول لكم يعني انا خلصت المواعين وخلصت وروقت المطبخ وانا كنت لسه بفكر اطبخ ايه. الواحد مش كان يعني عاوز حاجه كده يعملها سهله، يطبخ يعني اكل سهل كده ويخلص يعني اللي وراه كده. تمام. ففضلت بقى ان انا اعمل في المطبخ الاول وشفت اللي ورايا، وبعد كده جات لي فكره بقى ان انا اعمل الغدا الموجود اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي معايا. شايفين بقى الحوض بقى يا جماعه، شايفين بقى الواحد يعني نظافه كده. سبت بقى المواعين الصف وقلت في هدوم كده جنب الغسالة عاوزة تتغسل، فحطيت على جد الغسالة والباقي حطيت فوق الغسالة، وحطيت بقى المسحوق بتاعي وهفضل اعملها على ساعة ونص. تمام. لايك كده ربنا يفرح قلبك يا رب. هسيبها بقى تشتغل. بقى شفتوا الهدوم بقى يا بنات عاوزة انشرها، وكمان هدوم في الغسيل وهدوم كمان يعني على النشير، غير اللي انا لسه حاطاه في الغسالة، فربنا يقوينا. تمام. قلت بقى شفتوا يا بنات التيشيرت وقع وانا من الهدوم، وحمدت ربنا جدا ان الموبايل هو اللي مش واقع مني، لان انا كنت بصور وانا كنت ماسكه الموبايل. شايفين التيشيرت وقع فين؟ عاوزه اقول لكم انا في الرابع، عندي في الدور الاول، واقع في الدور الاول وانا في الرابع. عاوزه اقول لكم ان انا كنت ماسكه الموبايل وخايفه جدا وانا بصور، اول مره اصور وانا بنشر يعني وانا بلم الغسيل كده. فالحمد لله ستر ربنا التيشيرت هو اللي وقع مش الموبايل، الحمد لله. شفت بقى الصورة اللي فاتت دي ان الترب وبنتي عمال تزور فيه، راحت بيوم وقع على الارض اتفتح من بعضه. بس الحمد لله فداها. تعالوا بقى يا بنات نعمل غسلنا المواعين، سيبناها تتصفى عبات لما نشرنا وحطينا الغسيل يعني في الغسالة ونشرنا الهدوم. تعالوا بقى نلم المواعين بقى، وبعد كده هنعمل الغدا. تمام.
كان عندي كبدة ونصة بتاعت بطة في التلاجة. فطلعت عملتها مع شوية مكرونة، بس مصورتش يعني وانا بعمل الغدا وكده. كنت عاملة معاكم مكرونة قبل كده في القناة. بعمل المكرونة بعملها من غير سلق يا بنات. بسبك التسبيكة واحط عليها كوباية مية والمكرونة، او ممكن احط المكرونة مع الطماطم كده مفرومة في الخلاط. خدوا كده جولة في القناة وكده وان شاء الله تعجبكم بإذن الله. بدأت بقى انا اشيل الرخامة واي حاجة بقى برجعها مكانها. تمام. كنت بقى فرمت الطماطم كده والاكل على النار، فاشيل بقى الخلاط والكبة واي حاجة يعني مش لها لازمة كده على الرخامة، وهلم بقى كل حاجة. تمام. الرخامة كده لما بتكون نظيفة والبوتاجاز بقى نضيف والمطبخ كله نضيف، تحس ان الشقة بتاعتك كلها نضيفة. عارفين والله يا بنات، يعني المطبخ ده نص الشقة. تمام. والغسيل كمان لما بيكون برضو الغسيل مترتب ونظيف ومفيش هدوم متكومة، برضو بتحس ان الدنيا كلها راحة نفسية رهيبة. مش بتحسي مثلا بمجهود كده. لما يكون في بقى مواعين وهدوم وكركبة كده تحسي انت مش مرتاحة، ما انت لازم تخلصي اللي وراكي. شغلي كده قرآن في البيت وتقومي تشوفي ايه اللي وراكي. يلا لو وراكي غسيل تقومي تشوفي بقى الغسيل اللي وراكي كده تطبقيه او تلمي من على الحبل. تمام كده. خلصتي بقى ورحت حاطه المفرش الصغير ده، بروح فرشاه كده، ولو عن طبق الفاكهه بروح حاطه عليه واسيبه بقى. عاوزه اقول لكم ان الموز ده كان عندي من يوم الخميس، التصوير ده كان يوم الاحد، فكان دول اخر 3. فهم هيتاكلوا النهارده عشان هو جاب اخره بقى طري يعني. عاوزه اقول لكم الفاكهه اللي هي بتتاكل مثلا، الفاكهه اللي احنا بناكلها في نفس اليوم بسيبها بره، انما الباقي في التلاجة. الفاكهه اللي هي بتطري بناكلها، انما الفاكهه اللي بسيبها بره دي بتكون جامده يا بنات، مش طريه. يعني مش ينفع مثلا تسيبي جوافه طريه بره ولا كده. البرتقال جامد والرمان جامد فبسيبهم بره. عاوزه اقول لكم ان الموز كمان بسيبه بره، مش بحطه في التلاجة، علشان يا بنات لما بسيبه في التلاجة بتري. المهم شفت الغدا. كنت بتكلم وصورة الغدا روحت زي ما قلت لكم، كنت عامله كبده ومكرونه. تعالوا بقى، كنت عاوزه افضي المسحوق. عاوزه اقول لكم ان الجردل ده كنت اسمه ليدر، كنت جايباه من زمان قوي. كنت جايباه عشان برضو لما ابو فاضي في المسحوق كده، فانا كنت جايباه يعني كان فيه مسحوق. ماشي. لما خلص بقى بدأت ان انا اجيب الاكياس دي وافضي الاكياس فيها. تمام. فبتسهل عليا. عاوزه اقول لكم كمان يا بنات ان انا بجيب اللي هو 9 كيلو دي بتوفر معايا، ممكن يقعد معايا 3 شهور. بس المرة دي يعني كان ده صغير فالمتوفر يعني. تعالوا بقى اتغدينا وخلصنا اللي ورانا، رتبنا المطبخ بتاعنا. تمام. تعالوا بقى نعمل حاجة حلوة كده للولاد. فقلت اعمل بقى الرمان كده وافصصه. عاوزه اقولك تفصصيه وتحط عليه معلقه عسل. مفيد جدا للاطفال. تمام. بياكلوه بمعلقه كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو وصلتي معايا هنا لو وصلتي معايا لعندي هنا ما تنسيش اللايك. عاوزه اقول لكم انا بسجل الفيديو ده يا بنات الساعه 3:15، 3:15 الصبح بالليل يعني. تمام. ورحت مقشرة بقى برتقانة، والموز اللي هو الطري ده قلت يلا احطه كده. ونحطه بقى وناكل بقى بألف هنا. اتفضلوا معانا. يلا يا بنات بقى شجعوني كده باللايك والاشتراك، ويا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم كده وروتيني كده سريع. تمام. تشجيع كده تقوموا تشوفوا اللي وراكوا كده. خلصنا بقى اللي ورانا، قلنا كده ما نكنس السلم. برضو لازم قدام شقتك يكون نظيف على الأقل، لو كل يومين تكنسيه. تمام. ممكن المسيح ممكن يكون كل أسبوع، من عليه تراب أي حاجة كل يومين كده عشان برضو الأولاد وكده. وبعدين بقى لو انتي زيي بيتك بيكون في الرابع بقى منك للسقف بقى والهوا بقى والتراب، فكل يومين كده تكنسيه كده كنسة على السريع كده. فحبيت ان انا اصور معاكم عشان اشجعكم كده وكده يعني. يلا بقى الفيديو بتاعي خلص. اخر حاجة كنت عملتها هو مسيح السلم كده، كان بعد العشاء.
تمام. يلا بقى شجعي كده شوفي ايه اللي وراكي كده، كنيس بقى، اي حاجة بقى في المواعين وكده. شجعي كده، قومي شوفي ايه اللي وراكي كده. يلا اشوفكم على خير، مع السلامة.